أيوة أنا سافرت الإمارات، خلصت الشنطة ظبطتها كله تمام، بس بقفل آخر باب خلاص ومتجه أنا وصاحبي خلاص عشان نطلع ونتكل على الله ونبتدي طريقنا للمطار. انطلقنا والحمد لله الطرق كانت سهلة وسالكة الحمد لله. الصبح كانت الساعة تقريبا 9:30 ووصلت الحمد لله في الميعاد، لأن أنا رحت من طريق دخلة السويس فكانت الدنيا حلوة. بس وصلت المطار الدنيا أي نعم كانت زحمة هناك وتوهنا شوية في المطار، قبل ما وصلت لصالة واحد بتاعة الدخول هناك في المطار لفينا لفة حلوة هناك أنا وصاحبي اللي طلعت عينه ده. بس تمام كله تمام. باي باي يا مصر. بس وطلعت بقى هنا انتظر الطيارة وفضلت أدور على قهوة لحد ما لقيت في الأسواق الحرة القهوة طلعت ب60 جنيه. بس الحمد لله ربنا هداني إن أنا رحت اشتريت موكا من عند مكنة كده بتاعة إكسبريسو وطلعت ب25 فكانت حلوة جدا يعني سلتني برضه. وقابلت الفنانة الجميلة دي اللي هي بتاعة إعلان أحمد مكي اللي هو كان عامل فيها شرقاوي وكانت هي صاحبة البيت. لذيذة قوي، اتصورت معاها الصورة الحلوة دي. وها هنا نطلع بقى الطيارة ونطلع. حظي الحلو إن أنا كنت قاعد جنب شباك فصورت شوية مناظر جميلة جدا من على جناح الطيارة وأثناء الإقلاع وأثناء الهبوط، فلقطت كده كام فيديو حلوين برضو عايزكم تتفرجوا عليهم معايا. الموضوع على قد ما هو شكله جميل بس مرعب برضه، يعني الموضوع فيه كمية رعب فظيعة، خاصة إن أنا يمكن سافرت قليل في حياتي فعشان كده الموضوع كان على قد ما هو جميل على قد ما هو أنا برضه حاطط إيدي على قلبي. بيجي لك كده أوهام اللي ولا يقول لك إيه، طب ما جناح الطيارة ده افرض ضرب ولا ولع ولا إيه اللي حصل له ولا حصل له حاجة في نص الرحلة كده أنت هتعمل إيه ما أنت قاعد جنب الشباك على طول. بس وكان قاعد جنبي واحد عامل زي باسم سمرة في فيلم بتاع بيبو وبشير اللي هو قال له لو باب الطيارة المخرج الطوارئ اللي جنبك ده اتشال ولا حاجة هتعمل ايه، هتقدر تشيله ولا هتفط من الطيارة. والله كان قاعد واحد جنبي نفس الشخصية بالظبط. لحد ما نزلت الوجبة الحمد لله عشان يتلخم فيها ويسهى عني لأنه مبطلش كلام، فالحمد لله نزلت الوجبة وطلبت لحمة بس يعني جالي التشكيلة الغريبة دي، وده العيش وده الكيك وعصير وزيتون وفي طبق وفي حتة زبدة. أنا أكلت منها حتة ويا ريتني ما أكلت بس إيه كان يعني مجرد فضول. هو ده الطبق بتاع الرز واللحمة وشوية بسلة معاه. وبعد ما أكلنا الحمد لله الراجل اللي جنبي نام الحمد لله يعني. وبدأت بقى إن لقيت شوية مناظر جميلة جدا برضو من جنبي قلت أما أصورها لحد بقى ما بدأت الإمارات والعين خاصة تظهر في الأفق. بس الدنيا كانت مشبرة قوي بس يعني الحمد لله لحد كبير إيه كان في شوية حاجات باينة يعني. بس ووصلت بقى وركبت الأتوبيس من بعد الطيارة كده علشان نروح المطار ونختم جوازات ونخش البلد. بس بعد مطار العين على فكرة هو شكله جميل جدا من بره لكن صغير جدا. وأول ما وصلت صاحبي استلمني وقال لي لازم تيجي تاكل المصبي على طول. قلت له يا ابني اصبر عليها لحد بكرة. قال لي مفيش لازم تيجي تضرب الأكلة دي علشان تطبع على البلد على طول. بعدها خدنا جولة ليلية كده ورحت شربت شوية عصير والدنيا كانت تمام، لكن اليوم كله كان الحمد لله زي الفل. وصلت الحمد لله بالسلامة ولسه بقى هنطبع على البلد ونشوف أخبارها وأحوالها وربنا يفتح لنا باب رزق جديد إن شاء الله. فدعواتكم وتابعوا معايا بقى إن شاء الله بعد كده اليوميات هنا عشان كل حاجة أشاركها معاكم إن شاء الله وأخد رأيكم فيها.